ليه طريقته كده المميزة في الكلام، وخصوصا لما يتك على الكلام ويرمي الإفيه. تسمحي لي بالرقصة دي؟ النجار الإيطالي ده كان بيعامل ستيفان بطريقة وحشة جدا، قرر إن هو يخش صوان العزا بتاعه، لأن هو غالبا كده اتدفن في مدفن صدقة، وبعد كده المدفن ده اندثر. احنا دلوقتي بقى فين؟ احنا في عمارة جميلة في وسط البلد، عمارة أنور وجدي. وهنا عاش فنان جميل دمه خفيف، خواجة ابن بلد وكمان فهلوي. ليه طريقته كده المميزة في الكلام، وخصوصا لما يتك على الكلام ويرمي الإفيه. تسمحي لي بالرقصة دي؟ احنا النهارده هنتكلم عن الفنان الجميل ابو دم خفين ستيفانو دي روستي، الشهير بستيفانو روستي. أروح أتحزم وأجيلك. دي المفروض ان دي اليافطه بتاعته بتاعت هنا عاش، وانا جيت من فتره وصورتها، هحط لكم الصوره بتاعتها. بس طبعا عاده سيئه جدا ان اليافطه بتاعت هنا عاش، انا مش عارف هم بياخدوها بيعملوا بيها ايه، بيقولوا ان هي فيها نحاس او فيها حاجه بتتباع، بس انا ما اعرفش الاستفاده ايه. يا جماعه سيبوا لهم حاجه، سيبوا حاجه لينا الناس تعرف مين كان عايش هنا في. يعني انا مش فاهم ليه بتتسرق وليه بيعملوا بيها ايه، بتجيب كام طب هي؟ طيب وبعدين حتى المسؤولين ممكن يعملوا اي حاجه تانية غير قصه النحاس. لو النحاس بيجيب حتى 5 جنيه يا جماعه اعملوها بلاستيك. عموما تعالوا نشوف العماره من جوه. ستيفان اتولد سنة 1891، ومع إن أبوه كان سفير النمسا في القاهرة وأمه كانت إيطالية، إلا إن حياته في النهاية كانت صعبة ومأساوية جدا، لدرجة إن إحنا دلوقتي أنا وأستاذ إبراهيم اللي هو بيصورني بندور على المدفن بتاعه ومش لاقيينه، لأن هو غالبا كده اتدفن في مدفن صدقة، وبعد كده المدفن ده اندثر. الدنيا كانت ماشية مع ستيفان كويس جدا، لحد ما أبوه قرر فجأة إن هو يسيب مصر ويسافر النمسا، وأمه رفضت إن هي تسافر معاه، فخدت ستيفان وراحت عاشت في حواري راس التين في اسكندرية. المصايب تخلص على كده؟ لا أبدا. أم ستيفان قررت إن هي تتجوز من نجار إيطالي. النجار الإيطالي ده كان بيعامل ستيفان بطريقة وحشة جدا، وفضل يعامله وحش لحد ما طفشه. ستيفان خد بعضه ومشي، واشتغل كل الاشغال اللي ممكن تتخيلوها. يعني في الشارع، نزل الشارع واشتغل اي حاجه تقابله. وتمر الايام، ومره اتعرف على راقصه نمساويه جميله، اتعرفوا على بعض وحبوا بعض، وقالت له بقول لك يا ستيفان، ما تيجي اعزمك على سفريه لفرنسا، وبالمره انك انت تدور على ابوك وتشوفه. وفعلا ستيفان وصل فرنسا وقعد يدور بقى على ابوه ولقاه. ابوه لما شافه اتبسط جدا، وقال له وخده في حضنه وقال له ان انا خلاص هعوضك يا ستيفان عن كل اللي فات. بس للاسف الشديد كانت صدفه غريبه، يعني انا نفسي مش مصدقها بس هي موثوقه. ستيفان لما حكى لابوه عن حبيبته بقى اللي عايز يتجوزها بقى اللي هو بيحبها، طلع ان ابوه كان يعرفها، وابوه اتخانق معاه وطرده. هنا بقى ستيفان يا عيني ما بقاش لاقي مكان يروح فيه، فبرضه نزل لف في البلاد واشتغل برضه كل الاشغال اللي ممكن ان انتوا ما تتخيلوهاش. يعني مثلا يقال ان هو كان بياع تين شوكي. واحد بقى يسالني ويقول لي يا عم الحاج، هي ايطاليا فيها تين شوكي؟ اقول له اه فيها تين شوكي. تمر الايام وستيفان يتعرف على المخرج الكبير محمد كريم والفنان سراج منير في المانيا، واعجبوا بيه وبطريقته جدا، وقالوا له ان هو لازم ان هو يدرس اخراج وان هو كمان يمثل، لان كانت عنده كاريزما عاليه قوي زي ما كنتوا بتشوفوه على الشاشه. ستيفان روستي ابتدى بقى يتشهر جدا ويتعرف، واشتغل بقى مع نجيب الريحاني ويوسف وهبي وعزيز امير واسماعيل ياسين، وعمل افلام كتير جدا، لدرجه ان هو عمل 380 فيلم في 40 سنه. وفي يوم من الأيام ستيفان كان في النادي الإيطالي في بور توفيق، واتعرف على بنت جميلة إيطالية اسمها ماريانا، فحبها جدا وقرر بقى إن هو يتجوزها. كان عنده وقتها 47 سنة، بس للأسف الشديد خلفوا مرتين. في مرة توفى المولود بعد أسبوع، وفي مرة تانية اتوفى وكان عنده 3 سنين. ماريانا حالتها النفسية تعبت جدا واتأثرت، وفعلا كانت في حالة صعبة.
عشان كده دخلت المصحة والدكاترة نصحوها إنها ما تخلفش تاني. وستيفان زيه زي غيره في الجيل دوت زي ما هنلاحظ إن الأدوار فجأة كده بدون سبب معروف بتبتدي تقل بشكل كبير جدا. وهل ده مثلا بسبب إن هو بيكرر الأدوار؟ احنا عارفين إن هو كان دوره يعني هو دور واحد كان بيطلع فيه في كل الأفلام، شخصية واحدة ما بتتغيرش، فممكن يكون هو ده السبب. طبعا كمان انتوا عارفين ان الفنان لما بيكبر بيبتدوا بقى ان هم يطلعوا عليه اشاعات ان هو مات. ففي مره سنه 1964 ستيفان كان في اسكندريه وطلعوا عليه اشاعه ان هو مات. مش بس كده، ده كمان عملوا له اسطوانه عزا في القاهره. فستيفان بقى لازم يعمل حاجه ماركه ستيفانو دروستي، يعني بطريقته اللذيذه قرر ان هو يخش صوان العزا بتاعه. فاول ما دخل طبعا كل الفنانين اللي شافوه قعدوا يصوتوا، ماري منيب ونجوى سالم وكمان سعاد حسني اللي قعدوا يزغرطوا لما شافوه وبعد كده في بعض منهم اغمى عليه. وبعدها باسبوعين ستيفان كان قاعد على القهوه بيلعب طاوله مع اصحابه بعد ما حضر العرض الخاص بتاع فيلمه اخر شقاوه. ابتدى ان هو يحس بآلام شديده جدا في الصدر، فاصحابه شالوه وخدوه على المستشفى اليوناني، والدكاترة قالوا إن هو كان عنده انسداد في الشرايين، فخدوه وروحوه على البيت. وبعد ساعة بالظبط توفى إلى رحمة الله ستيفان روستي في 12 مايو سنة 1964. تخيلوا بقى لما مات صحابه ما لقوش في جيبه غير 7 جنيه بس وشيك بمبلغ 150 جنيه، وكان آخر دفعة من الفيلم اللي هو كان عامله. ومراته بعد وفاته جالها جنون، عشان كده نقابة الممثلين قررت إن هي تساعدها وإنها تسفرها نابولي على حسابها، لأن طبعا خلاص ما بقاش ليها حد في مصر. وعربية ستيفان روستي اتسرقت بعد وفاته بأسبوع. أما فيلم حكاية نص الليل فاتعرض بعد وفاته بشهرين. ازيك يا حاج؟ الله يكرمك. احكي لي بقى، دي عمارة أنور وجدي؟ نعم. حضرتك حضرته؟ لا، جيت بعد ما توفى ب4 سنين. حد حكى لك اللي حصل؟ هل زار العمارة دي قبل كده؟ أكيد زارها وقبض منها تأمين وقبض منها، وكان له شقة فوق في الدور العاشر برضه موجودة. وحصلش نصيب بعد كده، وكان الأستاذة ليلى فوزي الله يرحمها برضه طلعوا ونزلوا بنفس يعني كانت بتيجي معاه العمارة؟ تمام. طب ايه حكايه بقى ان هو دخلها في نعش؟ والله دي انا ما حضرتهاش، بس سمعت برضو انه جاء من بره ما انت حضرتك بتقول زميلك، اللي حضرتك بتقول ان زميلك حكى لك. ايه الحكايه بقى؟ والله كان جاء هنا برضو من هنا وجابوه راحوا بيه عمر مكرم. من هنا برضو على عمر مكرم، وبعد كده طبعا ترحل الى الاخره. هو وصل بالليل تقريبا صح؟ تمام، وصل بالليل وبيت النعش بتاعه هنا. الصوره اللي هي الشهيره اللي هي ايوه. تعرف ان حاج ان الموضوع دوت دايما يعني موضوع انور وجدي والعماره دي دايما بيبقى بالنسبه للناس زي عظه، او بالنسبه للناس اللي هو بص واحد عمل عماره ضخمه زي دي وما دخلهاش، ودخلها في نعش ما استمتعش بيها. ده قصدي يعني. والله هو الاستمتاع ده بقى في الدنيا وفي الاخره ممكن اكتر. انما ده نصيبه كده، يعني هي الكلمه طلعت كده وربك تقبلها، وده يعني حاجه ربك بيديها لاي حد مثلا، وجعلنا لكل اجل كتابه به. بالظبط. حضرت ستيفان روستي ولا برضه كان قبلك؟ والله هو ستيفان روستي برضه الله يقدس روحه ويرحمه برضه كان ساكن في الدور الثامن، واخيرا راح التوفيقيه تقريبا في اواخر 59 برضه، لانه انا جيت خدت الشهر واخر الشهر هو راح التوفيقيه وتوفى في التوفيقيه. يعني حضرته شويه. والمرحوم عثمان عباظه برضه بنفس القصه برضه توفى هنا برضه. توفى هنا في العماره. توفى هنا. حضرته يعني انت ما قعدتش مع ستيفان كتير، ما شفتوش؟ هل الشخص انت عارف ده هو يعني كان راجل كوميدي هائل صح، ممتاز جدا وعشان كده بسألك. لا هو كان ممتاز، احنا بنشوفنا افلامه يعني. ماشي يا حاج، متشكر جدا لحضرتك. انور وجدي مات وكان في جيبه صوره لعمارته اللي احنا واقفين فيها دي، وما كانش يعرف ابدا ان هو مش هيخشها
وكمان الورثه بعد موته هيتخانقوا عليها. وصل بالليل وبيت النعش بتاعه هنا، الصوره اللي هي الشهيره اللي هي ايوه. تحبوا بقى تعرفوا ورثة أنور وجدي لما فتحوا شقته بعد وفاته لقوا إيه؟ إحنا النهاردة بقى هنتكلم عن نجم سينمائي كبير، واحد من أهم صناع السينما المصرية. بدأ من الصفر، ولما كبر وبقى معاه فلوس كتير بنى العمارة الجميلة ديت عشان يسكن فيها. بس للأسف الشديد ما دخلهاش، لا ده دخلها بس في نعش أنور وجدي بيت ليلة كاملة في المكان ده. نعش الفنان أنور وجدي بيت هنا في المكان دوت ليلة كاملة، لأن نعشه وصل في المطار وكان بصحبة زوجته الفنانة الكبيرة ليلى فوزي في وقت متأخر. هنا مدير مكتبه ما كانش عارف إن هو يروح فين، فقرر إن هو يجيبه في عمارته هنا في المكان ده عشان تاني يوم الصبح تطلع جنازة أنور وجدي من مسجد عمر مكرم. احنا دلوقتي في عمارة الفنان الكبير أنور وجدي. توفى هناك وجيت في الطيارة أنا فوق وهو تحت. في يوم من الأيام أنور وجدي كان محبط جدا، وكمان كانت حالته النفسية صعبة قوي. يعني يقال إن هو ما كانش لاقي ياكل، كانت حالته المادية صعبة جدا، لدرجة إن هو يقال إن هو كان بيقف عند محل الكبابجي وكان بيشم ريحة الكفتة وبيقول إن هو بيغمسها بالعيش. فدعا وقال يا رب اديني فلوس كتير وشهرة وخد مني الصحة. وهنا أنور وجدي ما كانش يعرف إني ممكن يكون في الوقت دوت كان باب السماء مفتوح وربنا استجاب لدعائه. وفعلا يصاب بالمرض، وكان مرض شديد جدا. يعني يقال إن ده كان مرض وراثي. والده واخواته البنات الاثنين ماتوا بنفس المرض وفي سن صغير جدا. وفعلا انور وجدي بقى مشهور جدا وحقق كل اللي يتمناه وزياده، وبقى معاه فلوس كتير جدا، بس ربنا خد منه الصحه، لدرجه ان هو يقال ان هو كان بيعمل عزومات ضخمه وكبيره جدا، وكان موجود على السفره كل ما لذ وطاب، كل الانواع وكل الحلويات. وانور وجدي كان بيقعد يتفرج على ضيوفه بس وهم بياكلوا، وكان بيتفرج عليهم وهم بيستمتعوا بالاكل، وهو يا عيني ما كانش يقدر ان هو ياكل او حتى مجرد ان هو يدوق من الحاجات دي. وللاسف الشديد المرض قضى بشكل كبير جدا على انور وجدي، لدرجه انك انت هتبص لصوره انور وجدي في الايام الاخيره مش هتعرفه، هتلاقي حد تاني خالص، مفيش الحيويه والجمال والشباب والشعر، هتحس ان هو كبر 30-40 سنه فوق سنه. تخيلوا بقى ان تلف الايام وانور وجدي يدعي دعاء تاني خالص ويتمنى ان ربنا ياخد منه كل ثروته قدام ايه بقى؟ تخيلوا سندوتش طعميه. تخيلوا ان حتى سندوتش الطعميه وهو ابسط حاجه كان ممنوع عنه. انور وجدي قدم للسينما حوالي 70 فيلم، وكان اخر ظهور سينمائي ليه فيلم 4 بنات وظابط سنة 1954. وفي الفترة الأخيرة من حياة أنور وجدي اتجوز الفنانة الجميلة ليلى فوزي، وكان بيحبها جدا، وهي قالت إن هو كان مخبي عليها موضوع مرضه، لأن هو كان فاكر إن هي حاجة بسيطة كده وهتعدي، ما كانش مديها أهمية، ما كانش يعرف إن دي هتكون نهايته. وجوازهم ما استمرش كتير، يعني حوالي 9 شهور بس. وبعد كده أنور وجدي رجع معاها في الطيارة بس في نعش. وأنور وجدي كان بيحبها وكان مرتبط بيها جدا، لدرجة إن هو كان بيرفض إن أي حد تاني يمرضه غيرها. يعني ليلى فوزي في مرة بتحكي إن هو في الفترة الأخيرة كان اشتد عليه المرض بشكل كبير جدا، وكان في عز نومه وفي مرضه كان بيقوم ويصرخ وينده عليها ويقول لها ليلى ما تسيبينيش يا ليلى، أنا مش عايز أموت، أنا عايز أعيش، أنا مش عايز أي حاجة تانية من الدنيا غير إني أعيش عشان أسعدك زي ما أسعدتيني. ادعي وقول يا رب ياخد مني كل حاجة، ياخد العمارة وياخد كل حاجة ويديني شوية صحة عشان أقدر أسعدك بيهم. تمر الأيام بقى ويظهر في السويد يعني دكتور كبير في مجال الكلى اخترع يا كلية صناعية أو جهاز جديد لغسيل الكلى، فظهر أمل كبير جدا لأنور وجدي وليلى فوزي. عشان كده سافروا السويد فورا. ابتدت الحالة الصحية لأنور وجدي في الأيام الأولانية إن هي تتحسن جدا،
وبعد كده حصل انتكاسة لحالته بشكل كبير جدا، لدرجة ان هي كانت بتحكي وتقول ان هو كان بيقوم من نومه يصرخ وكان بيكسر اي حاجة قدامه من شدة الألم. وناس تانية قالت ان هو في اخر ايامه وفي اخر ساعاته اتصاب بالعمى. وتاني برضه كان بيصرخ ويقول ليلى ليلى ما تسيبينيش يا ليلى. وفي يوم 14 مايو سنة 1955 توفى إلى رحمة الله الفنان الكبير أنور وجدي، وكان عنده 51 سنة. أنور وجدي مات وكان في جيبه صورة لعمارته اللي احنا واقفين فيها دي، وما كانش يعرف أبدا إن هو مش هيخشها، وكمان الورثة بعد موته هيتخانقوا عليها. وكل القصة ديت ما بقاش منها غير صورة واحدة بس، صورة نعش أنور وجدي وهو موجود في المكان ده. لأن لما وصل جثمان أنور وجدي لمطار القاهرة في وقت متأخر، مدير مكتبه ما بقاش لاقي مكان يوديه فيه، فجابه هنا. وبعد كده طلعت جنازته تاني يوم من مسجد عمر مكرم. تحبوا بقى تعرفوا ورثة أنور وجدي لما فتحوا شقته بعد وفاته لقوا إيه؟ لقوا 20 قصة. أنور وجدي كان شاريهم وكان مقرر إن هو يحولهم لأفلام سينمائية، يعني في السنة يتقدم 4 أفلام لمدة 5 سنين. أما بالنسبة للعمارة ديت فهي من أكبر العمارات الموجودة هنا في القاهرة، وهي عبارة عن 11 دور. وقت ما عملها أنور وجدي كان بيخطط إن هو هيجي يقعد فيها، بس ده طبعا ما حصلش. في الوقت دوت كان في إقبال كبير جدا من الفنانين عليها، وهنا كان بيسكن الفنان الجميل ستيفان روستي لحد وفاته سنة 1964. أتمنى أنكم تدعوا لكل الأسماء اللي أنا ذكرتها في الفيديو بالرحمة والمغفرة، واختاروا بقى الحلقة الجاية هتكون عن مين؟ أحمد زكي ولا مليك حمدي ولا مديحة كامل؟ شكرا، وإن شاء الله استنوني في فيديو جديد.